السلام العائلة، كيف كنتو خوتي؟ أموركم مزيان؟ خوتي العزاز، هاد الفيديو هذا غنتكلم فيه واحد الموضوع كيتخص معظم النساء اللي كيعيشوا واحد الجفاء بينهم وبين الأزواج ديالهم، وما كيعرفوش المشكل والسبب علاش. اختي غنقول لك واحد الهضرة، في حالة إلا كان المشكل فيك انتي، راه كاين واحد الموضوع كنت ديجا تكلمت فيه على الأسباب ديال الخيانة، راه في صندوق الوصف دخليلو وتعرفي كاع الحالات كاملين اللي كيوقعوا للمراه. هي ما كتجيبهمش من عندها، يعني كيجيو مع الوقت، وماشي كيخلقوا معاها، كيخلقوا مع الوقت بسببهم. الا كان الراجل كيخونك غتلقاي يعني ما عندوش شي حاجه من غير داكشي اللي يقدر يكون فيك باش غادي يخونك. حتى كاع لا قدر الله ما كانش غادي يخونك، غادي ينوض يتزوج عليك ويدير التعدد. هذه في حالة الا كان شي انسان يعني مصفي معاك وكيخاف الله وما يقدر يدير معاك لا. ولكن الجفاء اللي غادي نهضر لك فيه اللي كيوقع بينك وبين الزوج ديالك وما كتعرفيش علاش، وكتقولي علاش الراجل انا هاجرني في الفراش وما كيتسوقش، وكاين شحال من وحده كتعاني من شهور، وشحال من وحده كتقول لك عام وعامين وثلاث سنين انا الراجل ما عمرو قاص فيا. علاش؟ لحقاش ماشي كان هكا النهار الاول تزوجنا على سيدنا الله ورسوله، كنا مزيان ما بخير، ما حتى حاجه الحمد لله. ما كتبان علينا انها بحال بديك هكا اللي غتخليه يبعد عليا. لكن فجأة كيولي الراجل وكأنه يعني قدامي فاطمة، ما كيتسوقش وما كنعرفش شنو هو المشكل وفين كاين المشكل، واش فيا انا واش فيه هو. كتبقى في حيرة. كيف ما قلت لك اختي وسبق اللي قلت لك في الاول ديال الفيديو، بلي الا كان فيك المشكل دخل لي صندوق الوصف وغادي تلقاي المشكل اللي فيك. الا كانت غير حالة واحدة من ديك الحالات اللي ديجا تكلمت فيهم، عرفي راه المشكل هو هذاك اللي خلاه يدير ديك البلان. لكن الا كان ديك البعد ديال الفراش واللي خلاه مثلا يقلب وجهه، ولو انه كيصرف كيجيب يعني هذاك الشيء كاع كامل المتطلبات ديالك كيوفرهم لك في الدار، لكن كتقولي انا علاش هو بعد عليا، واش انا مزوجه به مثلا غير باش ناكل؟ راه الحيوان في الزنقه وكياكل. ولكن المراه كتكون محتاجه لواحد الجلسه حميميه حتى هي، وتحس براسها بلي راه انثى، فهمتيني؟ وكتلقاي راسك بلي انت هذا الشيء هذا محرومه منه. اذا كتبقاي تسالي شنو هو السبب، اختي حنا الرجال اربعه د الحوايج، اربعه د الحالات من غير هاد الحالات هادو الا ما كان في المراه حتى شي عيب. اربعه د هاد الحالات الا كان غير حاله وحده من هاد الحالات فينا حنا الرجال، صدقيني وثقي بيا، ديك الجفاء غادي يكون بالرغم عن الالف ديالنا، غادي يجي بوحدو. وهاد الحالات هادو غادي نذكر لكم الحاله الاولى شنو هي. هو فاش كيجي للراجل واحد العجز كلي من بعد ما كيكون بخير مع المراه ديالو في امان الله، كيجامعها مزيان، كيتلقاه يدير كيلعب كيلخير، ولكن من بعد السنين كيبقى يجي واحد العجز. هذا العجز هذا كيجي عجز كلي بسبب ايش؟ هاد الحاله هذه كتجي اما بسبب عامل السن، يعني الراجل كيكبر بزاف حتى كيوصل واحد كذا 50 60 سنه، واخا راه كيكون مثلا في هذا الوقت هذا وتلقاه يقدر يستمر. في هذه الحاله هذه يقدر يجي هذا العجز هذا، او لا كيجي عجز بسبب سوء التغذيه، لان حتى سوء التغذيه راه كيلعب في الطابلو، حتى هو راه كيسبب مشكل. لحقاش نهار على نهار نهار على نهار الانسان كل ما كيكون في ماكلته يعني ناقص، كل ما هذيك الطاقه كتبقى تنقص منه. بحال شي حدايدي كتشوف مثلا شي واحد كيلعب كمال الاجسام، كتلقى فاش كيبقى ياخذ لي برودوي شيميك بحال هذيك هكا البروتين، وكيقدر كياخذ الكرياتين وكذا، كتلقاه كيهز واحد الثقل اللي ما يقدرش انسان طبيعي ياخذه. اذا في حد ذاتها هذيك راها طاقه هي اللي كتعطيه. كذلك الجنس فاش كيكون الانسان كياكل مزيان، يعني الصحه ديالو سليمه وكل شيء فيه مزيان، راه هذاك الشيء كينعكس على سميتو هذيك الحيوانات المنويه اللي كتكون كثيره، واللي هي اللي كتنشطو، وهي اللي كتخلي مثلا الذكر كينتصب بواحد الوتيره مزيانه، بواحد الطريقه مزيانه. ديك الشعيرات اللي كيكونوا مثلا في الذكر ديالنا باش كيجيو هذوك راه كيجيو بالتغذيه، لانه هما اللي كيعطيو واحد الانتصاب في الذكر الانسان. راه عندنا شعيرات هما اللي كيديروا ديك الصلابه. الا ما كانوش هادو كيعطيو ديك الصلابه وما كيتغداوش مزيان، اذا كي غادي يقدر هذا الراجل هذا غادي يكون يعني حتى هو كما كنقولوا في يدو الشغل عنده ما يتقال. هاد الحاله هذه ديال التغذيه او ديال عامل السن
هذه حاله من الحالات اللي تقدر تبعد الراجل على المراه ديالو واخا راهم عايشين تحت سقف واحد. الحاله الثانيه ما هي؟ الحاله الثانيه هو الا كان الراجل حتى كيتزوج عاد كيولي يقلب في الركاني، كيولي يقلب في الحفاري من غير الحفره اللي عنده في الدار. كتلقاه مثلا كيخنداش، كيفلس، كتلقاه مثلا في شي خدمه ولا شي حاجه كتبالى به شي وحده ولا هذا، فاش كيولي كيخندش في الحفاري كيبقى يجيه ديك الشعور مختلف على ديك العالم اللي كيكون عايش فيه مع الزوجه ديالو. اذا هنا فاش كيولي هو كيخندش في قنوت اخرين كتولي المراه كتجيه عاديه في الدار، كيدخل عنده هو ضعيف، كيدخل عنده هو اصلا فارغ داكشي اللي ربما انه يقدر يوقفه ويعطيه واحد الطاقه باش غيكون نشيط مع الزوجه ديالو. حتى ديك الشعور الداخلي وديك اللهفه اللي كتكون عنده على المراه ديالو في الدار كتولي كترمى لواحده اخرى في الزنقه. وهذا هو علاش الله سبحانه وتعالى هضر على الزينه، هضر عليها في هذه الحاله وهذه النقطه بالخصوص، اللي كتولي مثلا حتى ديك النفسيه اللي كتكون كتهزك واخا المراه تضرب معها حتى 60 عام، الا كان مازال في ديك الشغل ومازال عندك يعني واحد الطاقه اللي غادي تفرغها معها وتجعلك انك تجامعها في الفراش، راك ما عمرك غتمل منها وعمرك غادي تشبع منها. ما عمرك في حياتك ديما غتبقى تجيك ديك السيده هي ديال البارح بحال يعني عامل السن ما كيأثرش كاع، ولا تقول لي حقاني طولت معاها ولا راه تكمشات ولا كذا، هذاك الشيء كاع كامل حيدو من المخ ديالك. علاش دابا كتلقى الراجل مثلا مع الزوجه ديالو اللي كان مخلص معاه وهي كذلك كتلقاو مازال مكملين الحياه ديالهم وكيوليو واحد السن يعني ديال 45 عام وتقدر تولد الا كانت مازال عندها مثلا كلشي مزيان فيها، علاش لا راها كتحمل وكتولد. عكس هذاك الانسان اللي كيكون مثلا كيخندش راه ضروري كيولي كيبعد على ديك المراه ديالو شويه بشويه، كيمشي تدريجي داك الشيء، كيبقى يضعف ويقلل حتى لواحد اللحظه صافي كيولي لا غالب الا الله. اللحظه اللي كيبغي يجامعها، تخيل انك انت غادي تنوض غتجلس مع واحد الزوجه ديالك واخا تداعبها واخا دير اللي درتي معها، كتبغي انت تبذل المجهود باش ما تبينلاش باللي راه انت عندك مشكل ديال الخيانه، غير باش انك مثلا تعيش معها واحد الجو زويون حدك يلا اللحظه اللي يقدر شي نغزه هكا غادي في الشعور ديك اولا في الانتصاب ديالك هذا كتولي عاوتاني كتولي تفشل، فكتقول له تقعد انت. اذا راه مشكل حتى هذا التخنديش كما تكون في الحفاري راه مشكل. هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه هو الزوج اللي كيكون ديجا هو مبلي بالفساد، وكيكون كيكثر من ديك الفساد في الايام ديالو العاديه اللي كيكون قبل الزواج. اللحظه اللي كيتزوج واخا كيكون كيتزوج مع شي وحده عن الحب، ولكن راه كيكون ديجا هو كيفسد. كيتزوج بها ولكن كيبقى فيه ديك الفيس هذا الا ما بعدش على البليه وما عفاش عليه الله. ماشي ما عفاش عليه الله كيعفو على الانسان، ولكن هو خصو يدير واحد البديله باش يبعد من ديك المشاكل هذيك، باش يبقى مستمر ويعني مركز غير مع ديك السيده اللي عنده في الدار. ديك البليه الا استمرت في ديك الزوج وكيبقى عليها هي عندها اتصال بالحاله الثانيه اللي هضرت فيها، لا داعي لذكر عاوتاني الشروحات. كيولي هذاك التخنديش اللي هضرت فيه الحاله الثانيه هو هذاك اللي كينعكس على الحاله ديالو النفسيه، وكيولي كيهجر على هذيك السيده، ولكن كيولي كيهجرها وكيولي ديك الجفاء بيناتهم في واحد السن مبكر. كتلقاي المراه عرفتي قنبوله واعره داك الشيء ما تختار، ولكن ملي كتلقى هذاك السيد اللي كيجلس معاها ونوض انت كيبقى يقول بنادم وكيبقى يتساءل كيفاش السيد عنده وحده ما شاء الله اللهم بارك يتمناها اي واحد، وهو ياك تشكى منه كتقول لك باللي لا غالب الا الله الراجل دايرك بحال شي ملكه حداها ولا السعديه، بقى له غير بقى يلبس هذاك اللباس تحتي حتى هو بقى يدور حداها في الدار ما كتفهم والو. حتى هذا عامل من العوامل اللي كتاثر في العلاقه الحميميه ما بين الزوج والزوجه. والحاله الرابعه اما هي، وكنتمنى ما تستغربوش لحقاش شحال من واحد كيبغي غير باش يكمل دينو وهو ديجا كيكون مثلي، ماشي ديك المثليه الحاده
اللي طالعه واحد النيفو كما كنقول داك الهوت نيفو، داك النيفو اللي كنشوفوه ديال بنادم والماكياج والتحلويل ويقاد حجبان وينتفهم ويلبس داك اللباس ديال كذا. لا، كتلقاه واخا راجل وخدام، والرجوله هذاك الشيء اللي كتشوف فيه، ولكن فيه صمت، ما كيعرفوش المحيط ديالو علاش مبني، وكيدير داك الشيء فيه صمت. هذا الفعل هذا مع الوقت كتلقاه كيناس ويدير كلشي، ولكن هذاك التاثير اللي كيأثر عليه نفسي كيولي عنده ميول ورغبه للذكور. اللحظه اللي كيكمل دينو كيف ما كيقول هو قدام المجتمع ديالو، قدام المحيط اللي كيعيش فيه ديال عائلته وعائله المراه اللي غيكون غياخذ، راه عادي. حتى واحد النهار كتبقى تسمع المراه اما الا ساقط الخبر، هذا الشيء في حاله الا ساقط الخبر، لحقاش هذاك النوع كيكون داك الشيء كيديروا فيه صمت. واش حنا كنعرفوه كاملين، راه المغاربه كاملين كيعرفوا هادشي. شحال من واحد كتلقاه مثلي يقدر يعرفوا الجار ويعرفوا فلان وفلتان، ولكن العائله تقدر ما تسيقلوش الخبر الا مع الوقت، ولا وقع شي معيور، شي دباز، شي حركه بحال هكا اللي كتخلي شي شخص هكا يفرشو. هذا الفعل هذا اللي كيكون كيتمارس عليه او لا هو كيمارسو يقدر ياثر فيه، مش يقدر كيأثر فيه، لقاش ديك الرغبه اللي كتكون عنده بهذيك الزوجه كتموت ديفينيتيفمون من الجذر ديالها. كتولي المراه ما كتفهم والو، كتقول كيفاش انا الراجل اللي كيستبع قداشنا هو يعشي دوار داكشي ديالو، ولكن والو لا شيء معايا. علاش مثلا هكا ما عرفتشني ونخليني نفترض محرومه وانا مازال صغيره وانا هو كيكون الله يعفو على كل واحد. كتلقاه هو يتمنى يدير داك الشيء اللي غتمناه مراته، هو يديرو بالاضعاف مع الذكور. وفاش كيبقى يتمادى داك الشيء بزاف، وهو كل ما الانسان طاول في داك العالم كل ما كيولي كيحتاج، لان ديك المصيبه كتولي شي حاجه اكثر من الادمان. حتى باش تولي ترجع للطريق ما كتقدرش، لان راه الله يستر، راه فيروس، حتى هو راه فيروس من الفيروسات بحال السرطان. الراجل فاش كيكون كيمارس مع الراجل، حتى ديك الماء اللي كيكون كيدفق في ديك الراجل في الدبور ديالو راه يحمل ليه واحد البكتيريا كتولي بحال الدويدات. ديك الدويدات اللي كتشوفهم اولا كتسمع عليهم غير بودنيك، هادوك هما اللي كيوليو كيامروا بحال المخ، بحال العقل. الا درتك هذيك هكا قبل ما كتسمع هذيك اي هنايا حتى كتكونيكطا مع المخ، عاد باش كتوصل لك ديك الدقه او ديك الحرقه او ديك كذلك ديك البرا اللي كيولي عند الراجل كيولي هو اللي كيتكونيكطا معاه الفوق، كيقول له خصني انا جوعان، خصني كذا، هو باش كينوض كيدير ديك الفعل كيقلب عليه. اذا كيفاش غادي يدير؟ غادي يوصل لهذا السيد هذا لديك المراه وغيقلب عليها وغادي يجمعها، هو اصلا في امس الحاجه اللي كب فيه. وشحال من واحد مثلي كتبقى تحكي المراه ديالو كتقول احقا انا الراجل ديالي الا ما درتيلوش شي حاجه هكا ما يديرش وما يفعلش وما يديرش، وياه لحقاش داك الشيء هو اللي عنده راه ضروري كيطلب ليه ان خصو يدار ليه باش عاد هو الا بغى يدير، لحقاش هذاك هو كما كنقولوا الفونتازم ديالو او لا ديك هي قمه الرغبه ديالو. الا بغى مثلا حتى هو يجيب هذاك البليزير كتلقاه هو خصو يدار ليه عاد باش هو الا بغى يقوم بديك الفعل. الا كان الراجل ما خصوش المراه ديالو تسيق الخبر وما خصوش المحيط ديالو يسيق الخبر، اذا شنو كيوقع له؟ المراه معاه كتعاني وكتوصل لحاله ديال الجفاء، هاك العطش ما كيبقاش يشوف فيها. هادو هما 4 الحالات من غيرهم ما كاينش. والحاله الخامسه اللي تقدر كاع في خطرات سليمه الا ضرب به عمرو كيموت. هاد الحاله دي ما يمكنليش انا نهضر عليها، ان كتولي المراه بامكانها مثلا تتزوج، بامكانها تصاحب، بامكانها دير بزاف د الحوايج باش تلبي الرغبه ديالها، ونتمناهم الله حتى شي وحده ما تطيح في هذا الموقف هذا اولا في هذه الحاله هذه. وهذا هو الفيديو ديالنا. واللي بغات تعرف عاوتاني الجفاء اللي كيجي في العلاقه الزوجيه ما بينها وبين الزوج، دخل صندوق الوصف كيف ما قلت في بدايه الفيديو، راه تما راني حاط واحد الفيديو ديال اسباب الخيانه الزوجيه، واللي الراجل بسبب داك الشيء اللي كيكون في المراه علاش كيخونها. الا كانت فيها غير حاله من ديك الحالات اللي هضرت فيهم كاملين ثقي بي اختي، الا من رحم ربي، حتى الا كان متقي وكيخاف الله تعالى وكلشي ما يقدرش يخندش ولا يفسد ولا يدير عليك التعدد. كنتمنى نكون خفيف الظل وهذا الفيديو يراكم
مازال ان شاء الله بحول الله القادم احسن.